اليوم جيت وجبت لكم معايا اسهل واسرع طريقه تحضروا بها فلفل مرقد ويجيكم ناجح مليار في المية. راح تقدروا تاكلوه من 5 ايام حتى الاسبوع ويكون واجد معاكم. جبت لكم كامل الاسرار اللي راكم تحوسوا عليها باش يجيكم شباب وتحصلوا على نفس النتيجه ولا احسن منها تاع المحلات. الوصفه هذه ولا الطريقه جبتها لكم واعتمدت على الوالده تاعي اللي دائما كامل اللي يذوقوا في الفلفل المرقد تاعها يسقسوها واش هو السر نجاح الفلفل المرقد تاعك. اليوم جبتها لكم خطوه بخطوه، ما عليكم غير تبعوني يا البنات وباذن الله كامل راح تستفادوا من الطريقه تاعنا اليوم. يلا نروحوا نحضروه. انه متاكده لو كنت تبعوا كامل المراحل والملاحظات والاسرار اللي نمدهم لكم كامل تحصلوا على نفس النتيجه وكامل راح تولوا تطبقوا هذه الطريقه كل ما يكون وقت الفلفل. بسم الله. شوفوا عندي هنا بلارات غليتهم، يعني عقمتهم غليتهم ومسحتهم مليح خليتهم ينشفوا. وهنايا عندي فلفل غسلتهم مليح نحولوا كامل هذيك الطبقه اللي تجي مسخه ومسحوه ونبداو نستفوا فيه. شوفوا الحاجه الاولى لازم كي تحطوا فلفل مرقد تستفوهم حتى يولوا ما كاش ليسباس. يعني تقول لي يما الوالده تاعي تقول لي لازم تدكسيها هذيك البلاره تولي ما كاش ليسباس هكا ما يدخلش كامل الهواء بزاف. قد ما سيستفوهم مليح، يعني لازم يكونوا حبه لاصقه في اختها حتى تحسوا كانكم ما قدرتوش تدخلوا حبه بين حبه. لازم تكون هكذاك البلاره معمره. هذا الملاحظه الاولى. دوك انا ستفهم مليح. ها مليك شوفوا كيفاش ستفتهم البنات. نروحوا المقادير راهي مضبوطه تاع كيما راكم تشوفوا معايا. شوفوا في البلاره الكبيره ديروا حوالي نقولوا ربع البلاره بالخل. شوفوا راهي ربع البلاره ديروها خل، يعني اي بلاره استعملتوها. ومن بعد نكمل بالماء، نكمل حتى للفوق. هاي ليك معانا البنات نكمل حتى للفوق. لازم يغطس مليح هذاك الفلفل المرقد، لازم يتغطى كيف نفس الطريقه للبلاره الثانيه. كل بلاره ديروا ربعها خل وكملوها بالماء. هايليك شوفوا ندير ربع البلاره خل ونكملها بالماء. الماء عادي من الحنفيه عادي. ونكمل نعمرها كامل. نروح ندير لها الرند هكذا. نتوما كيفاش تحبوا تنسموها، تحبوا اي اضافات ضيفوهم، ماشي شرط لازم تتقيدوا كيفاش نديروا انا. كل واحد كيفاش يعتمدوا ولا والفوا كيفاش تعلموا على الوالده تاعو. هنا حندير حوالي هكاك كل بلاره. هاد البلاره البلاره الكبيره درت فيها حبه قارص صغيره، هذيك صغيورينه ماشي متوسطه صغيره، يعني قسمتها. ولا كانت حبه كبيره ديروا نصها. قطعوهم هكا دي تخيون وغطسوهم من الداخل. هذاك القارص واش الدور تاعو هو اللي يخلي يحافظ على اللون الاصفر هذاك الفلفل المرقد. هذا هو دور القارص، يعني حيكون ما يحافظ على اللون تاع الفلفل. درت هنا سنينات تاع الثوم هامليك معانا البنات. تقدروا تزيدوا اي قلت لكم واش حبيتوا، كل واحد كيفاش يحب النكهه تاع الفلفل المرقد. راكم تشوفوا كيفاش راني نغطس، نحاول اني نغطسهم مليح هذوك الفلفل المرقد. شوفوا لازم الماء يطفى يطلع من الفوق، تحسوا باللي الماء البلاره راهي معمره. نروحوا للملح باش ما يجيكمش مالح بزاف يا البنات. شوفوا هاد البلاره الكبيره درت لها 2 ملاعق. هاد البلاره اللي توزن 500 غرام هكا نديروا لها 2 حتى 3. والثانيه كيف ندير لها حوالي 2. هاد الملح الخاشن ما يجيش مالح بزاف. راكم تشوفوا درت الملح الخاشن ماشي هذاك الرقيق رطب. وهنايا باش يزيد يجيكم يعدل المذاق اللي هي ديروا في كل بلاره ملعقه تاع السكر. الكبيره ديروا ملعقه كبيره والصغيره ديروا لها نص ملعقه. راح يخلي هذاك السكر يعدل لكم الذوق، ما تجيكم مالحه وفي نفس الوقت هذاك الفلفل المرقد يجي الكو تاعو بزاف بنين، ما يجيش حامض، ما تجيش فيه الحموضيه هذيك ومن بعد هنايا وشنو هي الحاجه اللي تخلي الفلفل المرقد تاعكم ما يديرش هذيك الطبقه؟ هي الزيت. لازم ديروا طبقه مملوءه من الفوق بالزيت. لازم ديروا هذه المرحله. الزيت هو اللي يخليكم الفلفل المرقد تاعكم ما يديرش كامل هذيك الطبقه. ونغطي عليهم مليح ونقلبهم بهذه الطريقه. لازم ديروا هذه المرحله تقلبوهم هكذا باش هذاك الملح وهذاك الخل يتخلطوا مع بعضهم من التحت ويترقد معنا الفلفل المرقد تاعنا من الفوق حتى للتحت. لو كان تخلوهم على الجهه التحتانيه ما راحش يترقد بسرعه.
تقول لي الوالده، تقول لي طول كي تخلوه على قفاه، يعني من الراس تاعو لتحت يطول، بصح كي تديروا تقلبوا كيما ندير انا راح ياخذ لكم حوالي مده الماكسيموم اسبوع يكون واجد معاكم. انا حنحطهم في مكان مظلم لمده حوالي اسبوع، يعني مين با اسبوع، انا نروح نطلع عليهم 5 ايام نلقاه طاب هذاك الفلفل المرقد. هاوليك معنا يا البنات، شوفوا الله يبارك الفلفل المرقد تاعنا ما شاء الله. ديجا كي تفتحوا البلارات تضربكم ريحه هايله هايله هايله. شوفوا الله يبارك، انا خليتهم ضربت عليه نهار 5 ايام 6 ايام لقيتوه واجد. شوفوا معانا، واللي يحبوه طايب اكثر من هكذا ما يحبوش مقرمش يخلوه حتى ل 15 يوم ويكون جاهز، يكون طري اكثر واكثر. شفتوني انا دايرت لهم اكياس، كنت باسكو حسيت بلي البلارات يقطروا، عاود درت لهم هذاك الفيلم اليمونتير وغلقت عليهم هكا باش نضمن ما يفسدوناش البلاصه اللي كنا حاطين فيها. شوفوا يا البنات كان يجبد معاكم جا ما شاء الله. قلت لكم اللي ما يحبوش بزاف مقرمش يخلوه مده اطول، يعني كي تفتحوا البلاره ما حش تاكلوه على ضربه، كل مره ويزيد يطيب، كل نهار ويزيد يطيب. شوفوا يجي صفر الله يبارك، ما يديرش هذيك الطبقه، فقط كل ما تستعملوا منه تشوفوا حبط منه الماء ضيفوا له شويه تاع الزيت من الفوق، لانه هذاك لو كان يحس هذاك الفلفل المرقد خلاص له هذيك الطبقه اللي تغطى بها من الفوق، هذيك هي اللي حيخليه يدير هذيك البكتيريا وهذيك الطبقه تاع الشامبينيون من الفوق. لازم ما تفرغش هذيك لازم يكون غاطس في ماء، يكون غاطس في هذاك الترقاد ديالو، فهمتوا؟ ما لازمش تنشفلو ولا تنقصلو. الا شفتوها نقصتلو زيدوا خليط بين الماء والخل وزيدوا شويه تاع زيت زيتون من الفوق وغطوه هكذايا، ولا ديروا غير طبقه تاع الزيت من الفوق، ما راحش يفسد لكم ابدا، سواء تحطوه في الرفوف ولا سواء كي تستعملوا منه. ممكن تجبدوا سيو ما تدخلوش بزاف في صبعتيكم الداخل هكا باش ما تحاولوش انكم تفسدوه وديروا له البكتيريا. وكي تستعملوا منه عاودوا غلقوه باحكام هكا ما يدخلوش الهواء. ونتمنى تكون عجبتكم هذه الطريقه وسمعتوا كامل الملاحظات هكا باش ينجح لكم. مديته لكم من القلب للقلب، يعني طريقه تاع الوالده تاعي اللي دائما نعتمدها وهي تاني تعتمدها. معني نقول لكم غير انتظروني في وصفه اخرى. دمتم في عافيه الله وحفظه، مع السلامه.